السلام عليكم، هلا وسهلا، حياكم الله، وش اخباركم؟ عساكم بخير. بسوي اليوم برجر سماش مع زبدة نخاع العظم. عندي كرتين لحم اخذتها من روح القرية، هذه نوع اللحم بلاك انجوس، وعندنا نخاع العظم. راح نسوي فيه زبدة تناسب للبرجر وتناسب للستيكات. نخاع العظم هو اللب اللي داخل العظم. هذا عظم مقطوع مع النص، يعني مشروح مع النص. هذا النخاع راح نشويه بالفرن بإضافة بسيطة، بس بضيف عليه شوي ملح، رشة فلفل أسود بسيطة. شغلت الفرن على حرارة 300 من فوق وتحت قبل 10 دقائق تقريبا. بسم الله. نجهز للزبدة. عندي قطع زبدة طبيعية، ثوم الأسود، ورشستر شاير صوص شوي، رقائق فلفل، فلفل أسود، رشة ملح، شر ليمون. شوف نخاع العظم، بسم الله. شوفوا بعد ما طلعناه من الفرن نضيف نخاع العظم على الزبدة والدهن اللي باقي، نخلط الزبدة مع بعض، نستمر بالخلط. وهذه زبدة نخاع العظم. الحين بحفظها بالثلاجة. بسم الله نبدأ. أول شيء بحمص الخبز لأن السماش على طول يستوي. بسم الله. الزبدة تنزل. حمصنا الخبز. نسوي السماش على حرارة تقريبا 170 180. بسم الله. كرات اللحم 60 جرام. بسم الله. ضغط، ما تبي وقت أبد. بسم الله. على طول ملح وفلفل أسود، رشة بسيطة. شوفوا ما تاخذ وقت، ترى تقريبا دقيقة دقيقة وشوي ونقلبه. نكشط اللحمة، شوف شلون ما شاء الله. على طول عندي جبن شيدر أبيض، من على طول الشيله على الثانية. مايونيز تحت وفوق، جرجير روكا، بالسماش برجر يا عيني. والأخير زبدة نخاع العظم. برجر بزبدة نخاع العظم. الحين راح تذوب الزبدة مع شوفوا الزبدة شلون ذابت، لازم نشوفها مع النص. بسم الله كما عودناكم. شوفوا الزبدة، بسم الله. ومن فترة طويلة هذه من ألذ المزيج اللي جربت. الجرجير متوافق مع الدهن حق الزبدة ونخاع العظم، طعم الملوحة، الثوم الأسود، صراحة مكونات رهيبة ومتوافقة.